لا 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 مستحيل، هذا منتخب المغرب اللي متعودين عليه. منتخب المغرب تعادل 1-1 أمام منتخب مالي في بطولة كأس أفريقيا. حط لكم متابعة وتعال خلينا نسولف عن المباراة شوية. تشوف المنتخب المغربي بالشوط الأول كان متحمس للمباراة ويلعب بضغط وروح كلش حلوة، وقدر يصنع فرصتين تقريبا، واحدة منها ضيعها اسماعيل الصابيري، وفرصة إبراهيم دياز اللي قدر يحصل من عندها ركلة جزاء وسجلها، وتقدم المنتخب المغربي 1-0. إبراهيم دياز قدم مباراة ممتازة، قدم أداء خرافي، مو بس بهاي المباراة، لا بكل مباراة للمنتخب المغربي هو يقدم كل ما عنده من مهارات، قطع كرات، مراوغات، أدوار دفاعية، مهارات فردية. إبراهيم دياز كارثة، ومن خلال مهاراته وذكائه حصل على ركلة جزاء وسجلها بطريقة احترافية، واحتفال ورقصته أحلى شيء صار بالمباراة. والكرة اللي عرضها للاعب إسماعيل صابيري والمرمى كان فارغ، إسماعيل ما عرف شلون يتصرف وشاتها للجمهور، كان ممكن يتصرف أحسن من هيك. إبراهيم دياز يقدم مستوى مع المنتخب المغربي مو طبيعي. بالشوط الثاني المنتخب المغربي يتراجع دفاعيا حتى يحافظ على النتيجة ويلعب على العرضيات. بس أريد أفتهم شغلة، شلون تلعب عرضيات ولاعبين منتخب مالي كل واحد طوله، كل واحد طول 1.5 أو أكثر شوية، فالعرضيات ما تفيد وياهم. منتخب مالي ما انطي مساحات، ما خليه يستحوذ على الكرة، العب وياه ضغط عالي. انا ما اعرف مدربين هاي الايام ايش بيهم ويا التبديلات، كل تبديلاتهم غلط، هم يشوفون شيء احنا ما نشوفه. ما ادري. المدرب وليد الركراكي تبدل ابراهيم دياز اللي كان افضل لاعب بالمباراه وهو اللي مسجل الهدف، كان ممكن نطلع اسماعيل الصابيري او اي لاعب غير ابراهيم دياز، بس ما اعرف شنو اللي جاي تسويه انت اعرف بعد. منتخب المغرب تحسهم مضغوطين بالمباراه ومتسرعين نوعا ما. اللاعب اللي اسمه الياميك يتسبب ركلة جزاء ما كان لها داعي، ومن خلال ركلة الجزاء يتعادل منتخب مالي، ومن بعد الهدف صار مو ملعب، مستشفى. إذا لاعب واقع إبداع الإصابة، أو يضيعون وقت أو يضغطون على الحكم حتى ياخذون نقطة من المنتخب المغربي ويكسرون انتصاراته. منتخب مالي قوة بدنية ممتازة، صراعات ثنائية هم الأقوى، لكن عقل ماكو، انهاء للهجمة ماكو. منتخب مالي لو عنده لواعيب هجوم ممتازين كان فازوا بالمباراة. دفاعيا والوسط كلش ممتازين، لكن الهجوم فاشل كلش. منتخب المغرب على مستوى اللاعبين موجودين ممتاز جدا، على مستوى أدائهم ومهاراتهم الفردية ممتاز جدا، لاعبين ذهنيا وبدنيا جاهزين ويقدرون يقدمون كل ما عندهم بالمباراة القادمة أمام زامبيا ويتأهلون.